اهلا بكم في حلقه جديده. قبل ما نبدا الفيديو مش تشترك في القناه وفعل زر الجرس كده ودوس لايك عشان الفيديو يشوف الناس اكتر. اول حاجه عندنا هنبدا الفيديو هنتكلم عن المغرب والبرتغال، ازاي المغرب يقدر يكسب البرتغال ويتاهل لدور نصف النهائي. البرتغال مش هي اسبانيا. يعني ايه البرتغال مش هي اسبانيا؟ المجموعات هو منتخب غانا كانت هتتعادل معاه، ومنتخب ما كانش بالقوه او ما كانش تشوفه كده تقول ده مش منتخب قوي ولا يقدر يعمل حاجه في البطوله. قصاد سويسرا الماتش اللي فات كسب 6-1 والدنيا، وكريستيانو كان قاعد على الدكه، ما كانش كان بيلعب اساسي ونزل بديل والكلام ده وعملوا 6-1. اول حاجه هنتكلم عن مزايا البرتغال، وهنبدا في الهدف الاول اللي جابوه قصاد سويسرا. الهدف الاول بيقول ايه؟ بيقول لك ان اهو ده الواد اللي اسمه راموس اللي نزل جديد، يعني كان بيلعب بديل لكريستيانو من ساعه ما حصلت مشاكل مع كريستيانو هو والمدرب، وان هو زعل في التبديله بتاعت ماتش اللي قبل سويسرا، فالمدرب راح جاي ايه قعده على الدكه عقابا ليه. حلو، فالواد ده نزل كان بيلعب اساسي، جاب هاتريك قصاد سويسرا. لا منه الواد ده شاب صغير ويقدر بيعرف يجري بين الخطوط. دلوقتي هقول لك مميزاته وهقول لك ازاي نقدر نقفل عليه. اول حاجه عندنا الواد اهو، بص كم واحد معاك في الدفاع؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 في سويسرا، في وسطهم الواد اللي اسمه راموس ده ولا راموس، هو الواد اللي في الوسط ده. تمام، عمل ايه الواد ده؟ بص معايا في الصوره بقى اللي بعدها. التحرك بتاعه خد اللاعب معاه، اتحرك فتح الزاويه خد اللاعب معاه، وبص بقى شاط منين. شوف الحته دي شاط منها الكوره وجت في الجول، وجايه في سقف الجول. في الصوره اللي بعدها اهو شاط في الكوره، وده بيعرفك ان هو بيعرف يتحرك ما بين الدفاع. يعني مش المهاجم اللي يديك بدماغه، اللي يدي الكوره بدماغه، لا هو مهاجم اللي بيعرف يتحرك وسرعات يتحرك بينه وياخد المدافعين معاه، سواء يفتح للجبهات ان هم يجيبوا جوان، او هو نفسه بيفتح نفسه ان هو يلحق الكوره قبل ما المدافع يلحقها، قبل ما الدافع يقطعها منه. وده كان بان في الجون الاولاني اللي جابه البرتغال قصاد سويسرا. باين في الجون الاولاني اللي جابه البرتغال قصاد سويسرا. نخش في الجون الثاني ونحلله. يبقى اول حاجه بقى اللي قدرنا نستفاد منه في الجون الاول، اللي احنا نفهم منه ان الواد اللي اسمه راموس ده ازاي نقدر نقفل عليه. ان هو المدافع يبقى في ظهره، يلمس الكره قبل ما تجيله، يحاول دايما ما يسيبش مسافه. يعني بص الواد كان واقف هنا في الجون الاولاني، كان واقف مدينه مساحه، الخمسه واقفين بس ما حدش ضاغط عليه الضغط القوي. فلازم نخلي بالنا دايما، لازم واحد في قفاه، واحد في ظهره على طول، ما يخلوش يستلم الكوره. ده المهم. تمام. الجون الثاني ده يعرفها حاجه مهمه، ان الجون الثاني ده جاي من ضربه ركنيه. معانا الصوره الاولى هتظهر دلوقتي معاك على الشاشه. الكره الاولانيه ايه؟ بيبي. بص بيبي واقف ازاي؟ ده اللي جاب الجون، بيبي المدافع بتاع البرتغال اللي كان مدافع ريال مدريد سابقا يعني. تمام. الثلاثه بتاع سويسرا واقفين، شوف التمركز الخطوط سويسرا كده. هو نط اهو في الصوره اللي بعدها، نط ما بين الثلاثه وحطها بدماغه في الجون. ده بيعرفك ان برضو لازم ناخد بالنا ان الكرات العرضيه بتاعتهم، الكرات العرضيه والفاولات ناخد بالنا منها، ان هم معاهم ناس بيعرف يحطوا الكره بالدماغ، بالذات قلوب الدفاع، مش مهاجمين، ما عندهمش مهاجمين بيعرفوا يحطوا الا كريستيانو. لو كريستيانو بيلعب طبعا لازم نقلق منه في موضوع الهيتر ده، لان هو اصلا احسن واحد بيعرف يحط الكره بدماغه في الجول. فلو كريستيانو، وانا اتوقع ان كريستيانو مش هيلعب الماتش الجاي، هينزلوا بديل برضو، فاعتقد انه ايه مش قاعد الواد راموس جاب الهاتريك ده، ما اعتقدش ان هو قاعده، فبالتالي كريستيانو اعتقد مش هيلعب الماتش الجاي، هينزل بديل في الشوط الثاني مثلا ولا حاجه. فلازم نخلي بالنا من الضربات الركنيه. تمام. ده الجون الثاني. الجون الثالث اهو معانا في الصور اهو، الكوره كانت ناحيه اليمين. بص الواد اتحرك ازاي قبل المدافع، حتى المدافع بيزحلق يجيبها مش عارف يجيبها. ليه؟ لان الواد لمسته اسرع من المدافع. فاحنا لازم نخلي بالنا من الموضوع ده، لازم المدافع يكون واخد باله ان لازم يلبس الكرة قبل الواد اللي اسمه راموس ده او راموس، لازم ياخد باله منه. تمام. هي برضو نفس غطا الشوط الاولاني بتاع الجون الاولاني، برضو محدش ضاغط عليه جامد او محدش عارف يقطع الكرة قبل ما هو يحطها في الجون. ماشي، نخش بقى في الجون الرابع اللي جابه البرتغال، هتظهر معاك في الصور. ده بقى الجون الرابع. انا مش هعمل حاجه، انا كل اللي هوريك هعرض قصادك الصور بالتتابع ورا بعضها كده بالهجمه، ان هما ازاي بداوا الهجمه من اول الجون لغايه ما وصلت وبقى الجون، وازاي بيفضوا المساحات لبعضهم. انت هتشوف الصور هتفهم من غير اي حاجه. تمام. دي انا بوريك لك الجون الرابع بالطريقه دي عشان تعرف ازاي بيتحركوا. هنا كان مش عارف، تمركزهم خاطئ جدا طبعا، وخطوطهم بعيده عن بعضها. يبقى المغرب لازم تاخد بالها، ولازم الخطوط كلها تبقى قريبه من بعضها زي ماتش اسبانيا
كل البتاع كانوا بيلعبوا في حته صغيره قد كده. ما توسعوش المساحه، ما توسعوش، وبرده ما تعملوش دفاع متقدم عشان ما يجيش علينا بجول. الدفاع هم عندهم لو لعبوا بكريستيانو دفاع متقدم عادي، كريستيانو ما عندوش السرعه. بس لو هم دافع، لو كريستيانو مش هيلعب اساسي واد راموس ده اللي هيلعب، يبقى لازما نعمل ان خطوط بين بعضها، بس لازما تكون ورا، ما يتقدمش، ما يكونش دفاع متقدم، ما نلعبش على التسلل دي خالص قصادهم. تمام؟ ده اللي احنا استفدناه من الجون الرابع. الجون الخامس معانا الكوره هجمه مرتده، الدفاع بتاعهم عشوائيه. الدفاع بتاع سويسرا دفاع عشوائي، سيبك منهم، خلينا في تحركات الهجوم بتاع البرتغال. بص فاتحين نفسهم ازاي زاويتين، وفاتحين ازاي نفسهم زاويتين. وبص كان معايا الصوره اللي بعدها اهو، بص الواد خد منها الكوره، بص ما طمعش بيها وخد دخل قال لك لازم انا هعدي بقى واشوط، لا بص عامله ازاي في الصوره اللي بعدها. بص اهو فتح الواد التاني اللي هو صنومس ده، فتح الزاويه اهو، بص خدها وحطها شيب بسيط قصاد الجون فوق الجون وجاب الهاتريك بتاعه. وده اللي احنا عايزين نوصله، ان خلي بالنا من الواد راموس، خلي بالنا ان هم بيلعبوا على السرعه، بيتعرفوا يتحركوا حلو قوي بين الخطوط، والهجمات المرتده خطيره جدا جدا جدا. ما نحاولش ان احنا نروح نفتح الجيم، نفتح مباراه قصادهم ونروح نهاجم هناخد فوق دماغنا، لا نلعب برضه زي ما احنا كنا قصاد اسبانيا، ونلعب على الهجمات المرتده، ولازم نرجع بسرعه. تمام؟ الجون بقى الاخير معانا والجون السادس، هي صوره واحده، هو اصلا جون من مهاره فرديه تماما، بس عايز اوصلك. بص جوه منطقه الجزاء اهو، الاثنين المهاجمين، الاثنين دفاع الاربعه دفاع حوالين المنطقه مش ماسكين حد، والاثنين واقفين لوحدهم. ما ينفعش الموقف ده يحصل قصادنا، قصاد المغرب ما ينفعش، لازم كل واحد معاه حد. الدفاع طبعا ده كارثه، بس الهجوم بص ما ينفعش يسيبهم لوحدهم في منطقه زي دي. ده اللي يهمني في الجون السادس. الجون السادس من مهاره فرديه بحته، ما حدش عارف يعمل حاجه، ومهاره فرديه، بس انا بعرفك جوه منطقه الجزاء لازم نكون عاملين ازاي، ما نسيبش مساحات ليهم، لان هم بيعرفوا يتحركوا كويس جوه المنطقه وبره المنطقه. وطبعا المغرب لازم من وجهه نظري تلعب على ان هم يقفلوا الملعب كويس، ويطلعوا بالهجمات المرتده، ما ياخدوش هم يروحوا يفتحوا الجيم قصاد البرتغال عشان ما نزعلش. تمام؟ وان شاء الله المغرب ان شاء الله توقعات ان المغرب تقدر تكسب ان شاء الله البرتغال، لان البرتغال مش هي اسبانيا. لو لعبنا نفس طريقه اسبانيا عشان نكسب البرتغال جوه الماتش الاصلي ما نحتاجش ان احنا ناخد ضربات الجزاء. ودي كانت المميزات بتاع منتخب البرتغال، وازاي المغرب اتفاداها والكلام ده. وان شاء الله بالذات التوفيق كل منتخب المغرب ان شاء الله باذن الله. سلام.